Scene 18 by Code Quest, your VS Code Copilot. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معاكم حنان من كود كوست. طبعا احنا الفيديوز اللي فاتت اتعلمنا ازاي نسيت اب سين 18، اتعلمنا ازاي نستارت ان احنا نستخدمه، نبني يعني نكونفيجر موديل لوكال عندنا. اتعلمنا ازاي ممكن يساعدنا في ان احنا نبلد، يعني نبدا فكره من اديله بس البرومبت وهو يبتدي لي فكره من ما فيش، او يبتدي بروجكت جديد من الاول خالص. اتعلمنا برضو في اخر فيديو ازاي ممكن استخدم الرولز المختلفه، ازاي ممكن يبقى البي ام البرودكت مانجر يسجست عليا فيتشرز، والبرودكت اونر يبتدي يكتب الستوريز، وبعدين الكودر او الديفلوبرز يبتدي يديفلوب الكود ده، ونريفيو والريفيور يريفيو معايا الكود. يعني ازاي سويتش ما بين المودز المختلفه واستغل كل الرولز اللي معايا عشان اطلع بروجكت كامل. طب النهارده هنفوكس اكتر على ازاي بقى نكتشف سين 18 والفيتشرز اللي فيه اكتر، يعني السيتنجز، ازاي انا استخدمه باحسن طريقه، وازاي ممكن اصلا اضيف بقى اضافات من عندي. اول حاجه، احنا لما بنفتح كده، خلينا نقفل خالص كده. احنا لما بنفتح كده بيكون عندنا دايما الهيستوري بتاع التاسكس اللي احنا عملناها. بيبقى عندنا هنا كده بقى شويه ايكونز. خلينا نبتدي الاول من السيتنجز. احنا بيبقى عندنا حاجه اسمها الكونفيجريشن بروفايل، وهنا بتبقى ديفولت. ده لو انا عايزه احط كونفيجريشن، كذا كونفيجريشن لاي بي ايز. يعني انا مثلا عندي كي بتاع جيميناي، عندي كي بتاع اوبن اي اي، عندي كي مثلا بتاع اي بروجكت تاني، قصدي بتاع اي بي اي او اي بروفايدر. فانا ممكن الستهم كلهم هنا وابتدي اسواب ما بينهم بسهوله. ده طبعا الكونفيجريشن الاساسي. طب لو انا عايز يبقى عندي اكتر من واحد ويبقوا سيفد، واقدر اسواب ما بينهم بسهوله، او مثلا انا ممكن اقول ان كل رول انا هثبت ليه حد معين. يعني خلينا نجرب سوا. يعني انا دلوقتي انا عايزه اضيف مثلا، هقول ان انا اوبن راوتر مثلا، هستخدمه في حاجه معينه. يعني فانا هقول مثلا فانا ده كده الكونفيجريشن بتاع اوبن راوتر. تمام. انا دلوقتي عايزه اضيف، ماشي، انا اوبن راوتر وحطيت الكي وهستخدم الموديل ده في حاله مثلا اوبن راوتر. انا مثلا عايزه اضيف بروفايل تاني، واقول مثلا اوبن اي اي، مثلا اوبن اي اي، ماشي، وهكريت اوبن اي اي، وهقول انا عايز البروفايدر يبقى اوبن اي اي، مثلا اوبن اي اي، ماشي. وهحط الكي، وهستخدم مثلا هقول ان انا هستخدم هنا جي بي تي 4. تمام. هاجي مثلا اضيف واحد تاني، واقول ان انا عايز استخدم مثلا مين تاني؟ ممكن مثلا ديب سيك. هكريت بروفايل، وهقول مثلا ان انا هنا كده هستخدم ديب سيك مثلا، وهحط الكونفيجريشن فايل، هحط الكي مثلا بتاعي، خلينا نقول اي حاجه كده مؤقتا، وهبتدي ان انا استخدم ديب سيك. تمام. فانا كده بقى عندي كذا موديل غير الديفولت طبعا، وكل واحد الكونفيجريشن بتاعته. يعني انا لما بسواب من كده لكده الكونفيجريشن بتتغير والموديل بيتغير. فانا كده لما بقول اوبن اي اي، يعني انا مثلا هنا قلت هستخدم اوبن اي اي، فانا هقول ان انا هستخدم اوبن اي اي، وهستخدم جي بي تي. ماشي. خلينا نسواب مثلا ما بين دي، هتلاقوا يعني في ديب سيك اختلف. لو قلنا اوبن راوتر هتلاقوا جايب لنا الموديل ده. لو قلنا اوبن اي اي هنلاقي اوكي، ماشي، هو اوبن اي اي الوحيد اللي طب خلينا نقول كده ان احنا هنقول اوبن اي اي، ماشي، وانا هستخدم الكي ده، وهستخدم جي بي تي مثلا. تمام، هقول دون مثلا. بعدين هاجي هنا كده في الرولز بتاعتي. خلينا نرجع تاني كده، نسواب الاوبن راوتر، نسواب لديب سيك، نسواب لاوبن اي. تمام. هتلاقوا هو بدأ يسواب. فتمام. هنلاقي هنا بقى، يعني قبل ما ننتقل لحاجات تانية، هتلاقي هنا شويه سيتنجز. لو انا عايز دي بقى، انا ببص على حسب احتياجاتي انا. يعني دلوقتي انا عايز دايما يبقى في اوتو، يعني اولويز بيابروف على طول على الريد اوبريشن. فانا بكليك. او مش عايز كده، فانا مش بكليك على طول. مثلا الرايت اوبريشن على طول مثلا، يعني انا مش انا عايزه ابروف على اي رايت اوبريشن تتعمل. فانا هقول لا، انا قول لي ابروفل، اعمل يعني مش اوتوماتيكلي كرييت اند اديت. فانا كده دي معناه ان هو مش اوتوماتيكلي هيريد اند اديت. وهكذا في كل هتلاقي بقى ان هو يفتح براوزر، ان هو يريتراي، وهكذا في كل هتلاقوا الحاجات كلها ومشروح تحتها. طب انا عندي كوماندز معينه عايز ان هي دايما تبقى محطوطه، فانا بحط الكوماندز اللي انا اللي انا عايزها. فانا مثلا اقول له ام بي ام ران مثلا ديف مثلا. فانا هضيف كده مثلا ده كوماند عندي وانا عايزه اضيف. طبعا هتلاقوا هنا كده بقى حاجات ليها علاقه بالبراوزر سيتنجز، في حاله ان هو بياخد اكشن انه يفتح براوزر. وهتلاقوا ادفايس وهتلاقوا سيتنجز هنا كده كمان ادفانسد اكتر من اللي فوق. تمام.
فده كده ايه بخصوص السيتنج. لو احنا رحنا مثلا بقى ايه على البرومبتس بتاعتنا، هتلاقي البرومبتس هنا. فانا هنا مثلا هتلاقوا اللي انا هنا ده في حاله ان انا عايزه احط كاستم انستراكشنز معينه، او احط برومبت ايه برومبت معين او انستراكشنز معينه على البرومبتس اللي عندي. فببتدي اختار اللانجوج اللي انا عايزه احط بيها البرومبت ده، وببتدي هنا اكتب ايه اكتب الانستراكشنز اللي بس الانستراكشنز دي هتابلاي على كل المودز اللي تحت. يعني انا دايما مثلا عايزه في ايا كان المود اللي انا بختاره يعمل لي حاجه معينه، فببتدي اكتب الحاجه دي ايه الحاجه دي هنا. هاجي هنا كده مثلا هلاقي ان انا دي الرولز او المودز اللي عندي. هلاقي مثلا الكودر، الاركتكت، هلاقي الريفيور، الكواليتي. هتلاقوا هنا كده بيبقى مكتوب الرول ديفينيشن، وهتلاقوا هنا كده بيبقى مكتوب الانستراكشنز اللي هو بيعملها بالظبط، او الريسبونسبيلتيز اللي هو بيعملها ايه بالظبط ان ديتيلز. طبعا انا ممكن اديت هنا، ازود مثلا اي حاجه. يعني انا ايه انا لا انا عايزه يعمل حاجه اكتر، فانا ممكن ازود واسيب، او لو دوست على هنا هيريست للايه للانستراكشن اللي اوريدي موجود. دي حاجه. تاني حاجه الكونفيجريشن، انا هنا كده بقى ممكن اختار الكونفيجريشن. يعني انا ممكن اقول والله انا عايزه الكواليتي يبص على ديب سيك مثلا، او مثلا المانجر بروجكت مانجر او برودكت مانجر يبص على ديب سيك عشان ديب سيك احسن في الحته دي. طب بس انا عايزه الكودر يبص على اوبن راوتر عشان مثلا انا اوبن راوتر مظبطاها على سوني سونيت، وسونيت هو اصلا من احسن الايه من احسن الحاجات في الكود. فانا هبص ايه، فاحنا كده اللي هو انا ممكن يبقى مثلا الريفيور بيبص على ديب سيك، والكودر بيبص على اوبن ايه بيبص على اوبن راوتر. كل واحد فيهم بيبص على ايه على حاجه مختلفه. طب هل انا ممكن زي ما قلت برضو احنا ممكن نضيف نعدل في البرومبت ده، ونضيف انستراكشنز كاستم انستراكشنز لو احنا عايزين للبرومبت، ولمجرد ما نعمل ضن هتسيف. او لو انا اوريدي عدلت وحسيت الريزلت مش احسن حاجه وعايز ارجع للقديم، فاقدر اريسيت من هنا وريسيت من هنا وسيف برضه. طب لو انا دلوقتي عايز يعني خلينا اوريكم حاجه. احنا لما نعمل كده يعني لما بنرجع كده لما نعمل تيو تاسك هتلاقوا في حاجه هنا كده، ده بينهانس البرومبت. يعني لو انا عامل برومبت، لو انا كتبت ايه امبروف الكود، فانا قلت له ايه انهانس البرومبت، البوتن ده هيبتدي يقول لي طب يعني هيسجست عليا حاجات عشان انهانس البرومبت بتاعي. دي اول حاجه. تاني حاجه مثلا ان انا هنا كده في الشات بعد ما انا ظبطت ديفولت بقى عندي ان انا ممكن اختار مودلز مختلفه. يعني ممكن ارجع للديفولت، ممكن اختار اوبن راوت لو انا عايزه تشينج السيتنجز اللي انا اوريدي كنت عملتها في الايه اللي انا وريت لكم من شويه. ان احنا كنا قلنا مثلا الكودر هيبقى ثابت على اوبن راوتر، قلنا مثلا الريفيور هيبقى ثابت على اوبن اي اي مثلا، او الكواليتي هيبقى ثابت على ديب سيك. طب لو انا عايزه تشينج اقدر تشينج ايه من هنا، عايزه اعدل اقدر اعدل واروح للسيتنجز واعدل. تمام. طب دلوقتي انا برضو لو انا مثلا واقفه هنا كده مثلا على كود، مثلا في الكود ده كده، وانا بدات اعمل سيلكت كده، هتلاقوا بيظهر عندي كده لمبه صفراء. لو ضغطت على اللمبه الصفراء كده هتلاقوا بقى بيدي عندي شويه حاجات انا ممكن اعملهم. سين 18 ممكن يعملهم لي. اول حاجه هو ممكن يعمل لي اكسبلانيشن للكود، ممكن يعمل لي في نيو تاسك او في تاسك مفتوح. يعني لو في تاسك مفتوحه اوريدي يقدر يعمل لي فيها اكسبلانيشن. لو عايز اعمل ده في نيو تاسك يعملها لي في نيو تاسك. يقدر ايه يفكس اللوجيك، لو يعني يظبط اللوجيك ويفكسه. يقدر سواء برضه في تاسك جديده او في التاسك المفتوحه يقدر يضيف الكلام ده للكونتكست اللي موجود، لو في كونتكست معين ايه موجود. فهتلاقوا ان احنا يمبروف الكود، يستراكت الفانكشن. هتلاقوا هنا كده كل يموف الفايل، يموف تو نيو فايل. فهتلاقوا ان في شويه برومبتس او اكشنز انا ممكن اعملها من خلال ان انا اضغط على اي واحده فيهم وابتدي اعملها. طب دلوقتي ده انا بشرح لكم الحته دي. خلينا نرجع للجزء اللي قبل كده. ليه شرحت الجزء ده؟ الاكشنز اللي انتم شفتوها او البرومبتس اللي انتم شفتوها هي دي اللي هي اكسبلين، ان هو اكسبلين يفكس. فانا لو ضغطت على كده ده البرومبت اللي بيعمل الاكشن ده، الفيكس الايشو برضه امبروف الكود اد تو كونتكست. طب هل انا ممكن اضيف في البرومبت ده؟ طبعا ممكن اضيف واعمل سيف. فخلينا مثلا نجرب سوا. مثلا هقول اد نيو ثينج اي حاجه، بس انا بحاول ايه اوريكم ان انا ممكن اضن كده. بعدين لما ارجع للسيتنجز، بعدين لما هرجع للبرومبتس من هنا، وبعدين لما هرجع ان انا انهانس الكود، هتلاقوا هتلاقوا الحاجه اللي انا ضفتها في البرومبت لسه موجوده. لو عملت ريسيت بقى خلاص هو هيرجعني للي اوريدي كان موجود. فاحنا الاكشنز اللي انا وريتها لكم كلها اللي هي كانت من هنا دي، هتلاقوهم هم دول، وانا ممكن احسن فيهم. يعني انا ممكن لو عايز ازود حاجه، اشيل حاجه، اظبط حاجه، ممكن اعملها. ده كده يعني ده ازاي ان انا اعدل في البرومبتس اللي موجوده او الرولز اللي موجوده. وزي ممكن لو عايزه اكونفيجر كل رول لموديل معين. طب انا عايز اضيف رول جديد، انا ممكن اضيفه منين؟ انا ممكن اعمل كده واقول مثلا ان انا عايزه اضيف مثلا ديف اوبس رول جديد. وهقول مثلا ديف
مثلا اوبس ماشي، وهقول بقى ايه، هوصف مثلا الرول ده بيعمل ايه بالظبط. ماشي ديس، هقول ايه ديف اوبس، مثلا هقول ديف اوبس انجينير. طبعا ده كده يعني هكتب برومبت بيوصف الديفينيشن بتاع الرول دي مثلا، وهقول له هو يقدر يعمل ايه، يقدر يريد يedit يرن الحاجات اللي هو ممكن يعملها، وهقول له كرييت مود. هتلاقوا هنا اهو كريت المود، وهتلاقوا ان هو هنا بقى ده الاسم، وهتلاقوا هنا الديفينيشن اللي انتوا حطيتوه، وهتلاقوا ايه كل الحاجات اللي انتوا ايه اللي كانت موجوده. ولو رحنا كده على الشات، لو رحنا كده على الشات هلاقي ان هنا كده ظهر عندي ايه الرول الجديد اللي انا استخدمته. ده كده ازاي ممكن اضيف رول جديد، ازاي ممكن استخدم مودلز مختلفه لكل رول، وازاي ممكن اظبط السيتنجز ايه عندي. لو عندكم اي سؤال يعني في الكومنتس اكتبوا الاسئله اللي عندكم كلها. لو حابين لو عايزين تشوفوا حاجات او امبروفمنتس في سين 18 حطوا لنا برده الامبروفمنتس اللي عايزين تشوفوها. لو في ايشوز قابلتكم يا ريت، مفيش مشكله خالص. بالمناسبه سين 18 هو اوبن سورس وممكن كل الناس تكون تريبيوت فيه. هتلاقوا الريبو في اللينك بتاع الاكستنشن. فلو لو عايز تشارك تفتح باج، ممكن لو عايز تنهانس حاجه وتفتح بول ريكويست، يعني يا ريت. خليني يعني شكرا على متابعتكم، واستنونا في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. CodeQuest.